السلام عليكم خوتي خواتاتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم غنقدم معكم وجبه تقدروا تستعملوها في العشاء او في الغداء. وجبه سهله وسريعه كتحضر في نص ساعه، في اقل وقت ممكن لكم تحضروا هذه الوجبه، ومتكامله وصحيه. باش ما نطولش عليكم، اللي كنت اول مره تشاهدوا القناه ما تبخلوش عليا بالاشتراكات ديالكم، كذلك انكم تفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بجديد على الوصفات. والناس اللي مشتركين معايا دائما تنجدد بكم ترحب، تنقول لكم مرحبا والف الف مرحبا. الى عجبكم هذا الفيديو ما تبخلوش عليا بالبارطاج، تبارطاجوا مع الاهل والاحباب باش تعمل الفائده على الجميع. باش ما نطولش عليكم خليكم مع المقادير وطريقه التحضير، فرجه ممتعه. اول حاجه البنات غادي نحضروا القضبان كيبغيو يترقدوا، يا اما يداروا بالليل ويطابوا في الصباح، يا اما اللي كنا غادي نديروهم العشاء كنديروهم في الصباح كنرقدوهم في الليل كنطيبوهم. كل ما ترقدوا كل ما كيجيو زوينين. بالنسبه للتتبيله اللي غادي نديروا ليهم، كنحتاجوا شويه ديال القزبور، شويه ديال الثومه. شوفوا معايا هنايا راه عندي هنايا طريفات ديال لادان مقطعين، يا اما من الجهه ديال الفخذ يا اما من الجهه ديال الصدر، كيجيو زوينين. ضيفوا له الهريسه، كتضيفوا لهم شويه ديال القزبر معدنوس، وكتضيفوا شويه ديال الثومه اللي كتكون محكوكه، وكتضيفوا التوابل. بالنسبه للتوابل عندي هنايا شويه ديال القرفه، شويه ديال سكينجبير، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال التحميره، شويه ديال الملحه، وشويه ديال القزبور حبوب مطحون، وشويه ديال الكمون. هادو هما المكونات اللي كنديروا في هاد القطبان. صافي هنا كنبدا نخلطهم، كنضيف واحد شويه ديال الماء. هذاك الماء كيساعد على داك التتبيله كتدخل مع داك اللحم، كيتشرب مزيان ديك التتبيله ديالو. صافي وكتخليوه كترقدوه ليله كامله. الا كنتو غادي ديروه للغدا كديروه في الليل وكتخليوه، كنتو غادي ديروه في العشاء كديروه في الصباح، كتنوضوا في الصباح كديروه وكتخليوه. كل ما رقد البنات كل ما بقى نهار يومين كل ما كيجي زوين وكتجي فيه واحد المذاق يا سلام. صافي البنات كيشوفوا معايا هنايا انا كنخلط. صافي هنايا غادي نخليه حتى غادي يرتاح. هنا البنات غنبدا معكم بالعجينه. اول حاجه نديرو الخبيز ديال الدار بالقمح. انا البنات خلطت العجينه درتها في واحد البانيو، انا كنديرهم في البانيو باش كنخليها ترتاح، وكنعجن واحد الكميه وكنديرها في الكونجيلاتور وقت ما كنبغي كنلقاه واجد. المهم البنات بالنسبه للعجينه راه كتعجنوا عادي. درت انا القمح وشويه ديال الفورص، غير شويه كنقوي القمح، وكندير شويه الخميره شويه الملحه شويه السكر راكم عارفين. صافي وكنجي العجينه ديالي كنخلط، ما كندير كما والو، غير كنخلطها وكنخليها في البانيو. صافي من بعد البنات كطلع واحد شويه كترتاح كنقرصها، كنديرها في الطاوات، كندير خبيزات هكا صغيورين. صافي من بعد كنشعل الفران كنطيبهم ملي كيخمروا وكيكون واجد. واحد الخبيز كيجي ديال الدار زوين وكيجي هكا صغارين، مش بحال ملي كديروا الخبيزات كبارين هكايا كتبقاو تقطعوا منهم تيبقاو دوك التقطاع ما كيرجعوش ناكلوهم بعد المره. صافي كيبقى يضيعوا. من الاحسن ديروا خبيزات صغارين فكيجيو زوينين. صافي بالنسبه لهنا البنات راني خديت انايا بطاطا قطعتها مربعات، خيزو تا هو قطعتهم مربعات، ودرت انا شويه ديال الجلبانه وغادي نضيف لهم واحد شويه ديال الرز كلاصي داك البسمتي. صافي هنايا البنات كنضيف لهم الماء وشويه الملحه. صافي نتسد عليهم. انا قلت لكم هذه الوجبه نقدروا نحضوها في نص ساعه. داكشي علاش البنات غادي نستعملوا الكوكوط هي اللي غادي تساعدنا. كنتسدوا عليهم 10 دقائق تيكونوا واجدين. صافي هنا البنات غادي نخليهم حتى غادي يتسلقوا ويطيبوا مزيان ومن بعد نطفيو عليهم. صافي هنا البنات خدات مني 9 ديال الدقائق بالضبط. هنايا انتم شوفوا تبارك الله ما شاء الله كتجي يا سلام. الخضيره طايبه، الرز طايب، كلشي كيجي طايب، ديك الجليبينه كلشي. صافي هنا البنات غادي نخليوها حتى غتبرد باش غادي نديروا ليها المايونيز وكذلك الطون. هنا البنات كي كتشوفوا معايا بعد ما بردت عندنا الشلاطه كنخليوها واحد 5 دقائق كتبرد كيحيد لنا داك الباغ. صافي هنا كنضيفوا لها داك الطون بالزيت ديالو وكنضيفوا ليها المايونيز. صافي وكنوضعوها في الثلاجه حتى غادي نبغيو نقدموها. وهنا البنات غنمشيو باش نحضروا واحد الزعلوك تيجي زوين وسهل وسريع في التحضير. تياخذ منكم 10 ديال الدقائق تيكون واجد. واقل من 10 ديال الدقائق الا كان داك الدنجال طري دغيا كيطيب. هنا عندي البنات خديت 2 دنجالات كبارين، 2 مطيشات كبارين قطعتهم، ضفت لهم شويه ديال القزبر شويه ديال الثومه. عندي هنايا المليحه، عندي شويه ديال التحميره وشويه ديال الخرقوم. صافي بالنسبه للثومه ما كنحكم والو، كنقطع غير بحال هكا صافي وكنضيفها
لهاد الزعلوك ديالنا. صافي كنضيف له شويه ديال الزيت البلديه والروميه اللي بغيتو. المهم انايا الا ما عندكمش ديروا غير زيت الروميه، حتى تبغيو تقدموا ديروا شويه ديال الزيت البلديه. صافي هنا البنات صافي غادي نوضعو في الكوكوط اولا طنجره ديال الضغط، غادي نسد عليه، غادي نحسب ليه بعد ما غيصفر غنحسب ليه 5 دقائق حتى ل8 ديال الدقائق كيكون واجد. قلت لكم الا كان زعلوك تيشد لكم طير اولا داك الدنجر 10 دقائق راه كافيه. صافي هنا البنات كي كتشوفوا معايا بعد ما طفيت عليه هانتوما شوفوا. هنا في الاخير البنات كنضيف واحد شويه اما ديال السودانيه اما ديال الهريسه اللي بغيتو، وكنضيفوا شويه ديال الكمون وكنضيفوا شويه زيت البلديه. صافي وكنرجعوا كنشحروا واحد شويه هكا حتى كيوكح من داك الماء. شوفوا معايا البنات ما درت لا ما لا حتى شي حاجه، غير داك الماء ديالو هو اللي كيطلق. شوفوا تبارك الله ما شاء الله. صافي كنشحروا حتى كينشف شويه صافي وهو واجد. كنحطوه جانبا نخليوه باش نمروا نمشيو دابا غادي نوجدو. غنوجدو الفريت، غادي ناخدو البطاطا اللي كتكون خاصه بالفريت اللي كتكون حمراء ماشي ديك البيضه. كنشدوها كنقطعوها هكا على شكل طولي شكل ديال الفريت صافي، وكنوضعوها في الماء اللي كيكون فيه الملحه وكيكون فيه الخل، وكنخليوها يعني تقريبا واحد 2 دقائق هكا، وكنتقطروها مزيان كتحيد منها داك النشا صافي، وكنقليوها في الزيت صافي. ومن بعد من ذلك غادي نمشيو نحضروا القطيبات ديالنا كي كتشوفوا معايا نتوما نديرهم في الطاسه لانني ديجا كنت دايراهم في الثلاجه. باش نبغيو نحضروهم صافي كنجبدوهم من الثلاجة، كناخدو القياس اللي بغينا صافي وكنرجعوهم. كل ما درتو كمية كتيرة ودرتو لها التتبيلة فيما كتحتاجوها كتلقاوها واجدة. كتشوفوا معايا هنايا. المهم انا خديت هنا دوك السفافد ديال القطب اولا القطبان. صافي غادي نبدا نصايب هاد القطيبات ديالي صافي، من بعد ذلك غادي نتلاقى معكم. كتشوفوا معايا هنايا بعد ما درت دوك القطيبات ديالنا حطيتهم هنا جانبا، غادي ندوزو باش نشعلو الشوايه غنخليوها حتى تسخن. ملي كتسخن مزيان صافي كنبداو نحطو هادوك القطيبات صافي، وحنا على بال يعني كنردوا البال هكايا ملي كيتحمروا كنبداو نقلبوهم حتى كيتحمروا من الجهات بجوج صافي، وكنقدموهم هانتوما معايا. هو البنات ما كاين ما احسن من الفخر، ولكن الا ما عندكمش هكايا الوقت ولا كنتم مزروبين فكديروهم غير في ديال الضو، فهي سريعه يعني دغيا تقريبا واحد 5 دقائق هكا كيكونوا واجدين دغيا، كتخليوها حتى تسخن مزيان صافي كديرهم دغيا كيطيبوا بسرعه. اصلا كنعرفوا بان القطبان ملي كيكونوا شاربين العطريه راه كيطيبوا بسهوله وبسرعه يعني دغيا كيطيبوا. صافي هنا البنات كي تشوفوا معايا انا كنقلبهم، شوفوا داك البخار ديالها صافي. هنا كنبقى نقلبوهم هكا حتى كيطيبوا، ومن بعد كنقدموهم. كي كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي. كنتمنى يا البنات تعجبكم هاد يعني الغداء او عشاء، يعني ديروا الوقت اللي بغيتو يا اما الغداء يا اما في العشاء. فكتجي هاد يعني طويله سهله وسريعه في التحضير، يعني مكونات يعني عندكم في البيت وصحيه. يعني هكايا اكله سريعه دغيا كتحضر نص ساعه يمكن لكم تحضروا هاد الوجبه في الوقت اللي تكونوا مثلا كتقليو بطاطا نتوما كطيبوا القطبان. يعني ما ديروش حتى تساليو الحاجه عاد تبداو حاجه اخرى. انا هادشي اللي كندير كنقلي بطاطا كنطيب حداها القطبان. المهم كنضرب عصفورين بحجر حتى كنكمل كاع داكشي اللي عندي. كتشوفوا معايا البنات هنايا عندي الفريت اللي حضرت معكم كنرافقها بشويه المايونيز. عندي هنا الزعلوك اللي حضرت معكم كيجي زوين بلا ما بلا والو. هنا الخبيز ديال الدار ديال القمح. هنايا القطيبات اللي حضرت معكم وديك شليضه ديال الخضر، وكنرافقها بعصير ديال البرتقال. ديال الوقيته ديالو تبارك الله راه موجود في الاسواق.
صافي، وهذا هو الشكل النهائي. كنتمنى البنات إلا عجبكم هذا الفيديو ما تبخلوش عليا بالاشتراكات ديالكم. الناس اللي مشتركين دائما تنجد بكم ترحب، تنقول لكم مرحبا بكم دائما في القناة ديالي. والناس اللي اول مره غيشاهدوا هذه القناه فما تبخلوش عليا بالاشتراكات ديالكم، وكذلك تفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بجديد الوصفات. وإلا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش انكم تبارطاجيوه مع الاهل والاحباب باش تعمل فائده على الجميع. الى هنا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى إن شاء الله. شكرا لكم على المتابعة.